هل اليوتيوبرز معاهم فلوس كتير؟ طيب، أغنى يوتيوبر في مصر بياخد كام تقريبا؟ طيب، هل فلوس اليوتيوب دي ممكن تخلي شخص يصرف على نفسه أو حتى يفتح بيت؟ طب هو اليوتيوب بيدفع كام على الألف مشاهدة تقريبا؟ طيب، هو مين أغلى يوتيوبر في مصر؟ المفروض إن الفيديو ده كان ينزل يوم السبت اللي فات، ولكن الإنسان كان تعبان شوية وصوته ما كانش موجود، فأجلنا الفيديو بأسبوع. ولكن كل تأخيرة وفيها خير. الأسئلة اللي فاتت اللي قلتها في أول الفيديو دي كلنا بنسألها لنفسنا، ومش شرط تكون بتحب صناعة المحتوى أو حتى الفيديوهات عشان تسأل السؤال ده، لأن أنت لو كنت حتى مش بتحب اليوتيوب وبيك فان لأي منصة تانية سواء انستا تيك توك أو حتى فيسبوك، أكيد دايما بيجي عليك وقت وبتسأل هما الناس دول بياخدوا فلوس كتير؟ طيب، هل الفلوس دي كفيلة إن هي تخليهم يصرفوا على نفسهم؟ أنا جاي النهاردة بقى يا حبيب أخوك عشان أجاوبك على الأسئلة دي كلها، بس أنا تركيزي هيبقى على اليوتيوب أكتر، لأن أنا بفضل اليوتيوب بصراحة عن باقي منصات السوشيال ميديا، وكمان لأن اليوتيوب أصعب منصة ممكن يجيلك منها فلوس. يعني إيه الجملة اللي فاتت دي؟ أنا قصدي إنك حبيب أخوك لو الفيديوهات بتاعتك بدأ يجيلها ربح وبدأ إن هو يدخل لك فلوس منها، فسهل قوي إن فيديوهاتك دي لو خدتها وحطيتها على أي منصة تانية فهي هتجيب فلوس كتيرة برضه. وهنا يا حبيب أخوك أنا بتكلم على المحتوى الهادف والقيم والمفيد، مش فكرة بقى الفيديوهات التانية التافهة اللي إحنا بنشوفها حاليا في كل حتة واللي بتنتشر زي النار في الهشيم. فخلينا نركن الكلام في الموضوع ده على جنب وخلينا ننتقل لأول حاجة هنتكلم فيها. اليوتيوب بيدفع كام على الألف مشاهدة؟ بص يا سيدي، اليوتيوب مش فارق معاه فيديوهاتك انت اصلا. اليوتيوب بيدفع لك فلوس على الاعلانات اللي بتبقى موجودة في الفيديوهات دي. يعني لو انت الفيديو بتاعك فيه مثلا حوالي اعلانين، فاليوتيوب هيدفع لك فلوس على عدد الناس اللي شافوا الاعلانين دول. طيب، اليوتيوب بقى بيدفع قد ايه مقابل الألف فيو؟ أقل حاجة ممكن تاخدها مقابل الألف فيو هو 2 دولار، وأعلى حاجة ممكن تاخدها هم 3 دولار. يعني تقريبا 100,000 فيو من 200 ل 300 دولار. فكل ما عدد المشاهدات بيزيد كل ما الفلوس بتزيد والعائد المادي بيزيد. تعالى بقى نجاوب على الأسئلة اللي سألناها في الأول. هل اليوتيوبرز معاهم فلوس كتير؟ الحقيقة حبيب أخوك هي إن اليوتيوبرز مش معاهم فلوس كتير ولا حاجة. هما معاهم فلوس كتيرة قوي، وده هتعرفه كمان شوية لما أقولك على دخل اليوتيوبرز بتوع مصر. وكل الكلام اللي أنا هقوله والأرقام اللي أنا هقولها ليها مصادر وموجودة على جوجل لأي حد ممكن يدخل يشوفها. طيب، هل فلوس اليوتيوب دي ممكن تفتح بيت؟ والله يا حبيب أخوك فلوس اليوتيوب دي مستحيل تفتح بيت. هي يا دوب تفتح فيلا أو اتنين أو يمكن تلاتة أربعة. على فكرة أنا مش ببص للناس دي في رزقها، أنا بس كواحد بيصنع محتوى على اليوتيوب فبقعد أدور في الحاجات دي كتير، فأنا حبيت ألمهم كده كلهم في فيديو واحد وأقول لك عليهم وأنقل المعلومات اللي أنا عرفتها ليكم. نيجي بقى للنقطة الأهم واللي نص الناس اللي موجودة في الفيديو أصلا مستنيها. مين هم اليوتيوبرز الأعلى ربحا في مصر؟ والأرقام اللي هقولها لك دي اتنشرت من سنة تقريبا. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، الناس اللي احنا هنقول عليهم دول هم بياخدوا الفلوس دي مقابل تعب ومجهود وإضاءة وكاميرات وأفكار، بعيدا عن إذا كنا احنا الاتنين بنتفق أصلا أو مختلفين عليه. وبالنسبة للمحتوى بتاعه فكل شخص فيهم هو عارف هو بيعمل ايه كويس، وربنا اللي بيحاسب على الفلوس اللي داخلة لأي حد فينا إذا كانت الفلوس دي حرام ولا حلال. مش احنا اللي نحكم عليهم ونقول مين دخله حلال ومين دخله حرام. معلش على الفصلان، يعني المهم في علم النفس بيقولك ان انت لو عايز حد يعمل حاجة لازم تنبهه ليها، فانا بنبهك ان انت تعمل ايه؟ تعمل سبسكرايب. اعمل سبسكرايب، يعني انت مش خسران حاجة، فاعمل سبسكرايب واعمل كومنت تحت ويلا بينا نكمل. طيب، هما مين اليوتيوبرز الأكثر ربحا في مصر سنة 2021؟ أول قناة وهي قناة أحمد حسن وزين، واللي وصلت أرباح قناتهم خلال سنة 2021 لمليون و400 ألف دولار مش جنيه، يعني حوالي 117 ألف دولار في الشهر. في المركز الرابع قناة كوكي وبابا، واللي وصلت أرباحهم ل 2 مليون دولار ونص، يعني حوالي 250 ألف دولار في الشهر. وفي المركز الثالث تيجي قناة حمدي وفاء، واللي وصلت أرباحهم ل4 مليون دولار ونص، يعني حوالي 370 ألف دولار في الشهر الواحد. تيجي للمركز الثاني تيجي قناة ندى وأحمد. قناة ندى وأحمد أو أحمد وندى بتوصل أرباحهم ل9 مليون دولار في السنة، يعني تقريبا 750 ألف دولار في الشهر. وفي المركز الأول وأكتر شخص مصري بيعمل أرباح من اليوتيوب هو محمود الجمل، واللي بيعمل في السنة الواحدة حوالي 10 مليون دولار،
يعني في الشهر حوالي 835 ألف دولار. في الآخر تيجي تقول لي هو اليوتيوب بيفتح بيت ولا لأ؟ يا راجل تصبح على خير. لاحظت إن كل القنوات اللي إحنا بنقول عليها بتبقى يعني كذا وكذا، تيجي نعمل اسم القناة إسلام وإسلام يمكن تتشهر. أنا كده خلصت، أشوفك على خير الفيديو الجاي إن شاء الله، وما تنساش تبص على المصادر بتاعة الأرقام اللي أنا قلت لك عليها فوق، متنساش تعمل سبسكرايب، تستناني المرة الجاية. سلام.